السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مسعد ودي حلقة جديدة من برنامج أخبار ومعلومات وتسريبات تقنية اللي هتشوفوه كل خميس بإذن الله. فأنت عزيزي المشاهد لو بتتفرج علينا على اليوتيوب انزل اعمل اشتراك في القناة واعمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. عندنا أول خبر من هواوي. أعلنت شركة هواوي عن هاتف جديد قابل للطي وهو هواوي بوكيت اس، جاي بشاشة 6.9 انش ومعدل تحديث 120 هرتز. الشاشه من نوع اوليد، اما المعالج هو سناب دراجون 778 والبطاريه 4000 ملي امبير وجاي بشاحن 40 واط. وهو بتقول ان الجهاز ده جاي بكاميرات مميزه جدا موجهه لصناع المحتوى، وهنتطرق للموضوع ده في فيديو اخر ان شاء الله. تاني خبر معانا بقى وهو خبر خاص بسوق الهواتف المحمولة. كان في خبر قديم بيقول ان في 4 شركات من شركات الهواتف المحمولة هيبدأوا تصنيع اجهزتهم في مصر باستثمارات بلغت 75 مليون دولار. لكن اللي حصل الاسبوع ده ان موبايل نيوز رصدت اجهزة من شركة سامسونج زي الاي 13 والاي 23 مكتوب عليها ميد ان ايجيبت، ولما تواصلوا مع شركة سامسونج رفضت تعلق على الموضوع. بس ده لو حصل هتبقى حاجة ممتازة جدا ونقلة في سوق الهواتف المحمولة داخل مصر. انتقل بقى سريعا لشركة ريلمي. ما قلناش برضو اخبار من زمان عن شركة ريلمي بشكل اكيد وبشكل نهائي. يوم 9 نوفمبر اللي جاي خلاص ريلمي هتعلن عن هاتفها الجديد وهو ريلمي 10، والشركه نزلت اعلان تشويقي يؤكد ان الشاشه بتاعه الجهاز ده جايه من نوع سوبر اميلود بمعدل 90 هرتز. ومش بس كده، بشكل اكيد الجهاز جاي بمعالج هيليو جي 99. نيجي بقى للجهاز الاكثر اثاره للجدل، اس 23 من سامسونج. الجهاز اللي شفنا عنه الفتره اللي فاتت تسريبات كتيره جدا من كل صناع المحتوى. خلاص بشكل اكيد ان الجهاز هيبدا الحجز المسبق للناس اللي عايزه تشتريه يوم 5 يناير 2023، وهيتم الاعلان الرسمي عن الاس 23 في اخر يناير او في اول فبراير من عام 2023. ودي معلومات اكيده وخلاص بشكل رسمي ان شاء الله. اعلنت شركه ميديا تك عن معالج دايمنستي 9200، ووفقا لنتائج الاختبارات الاوليه ان المعالج الرسومي في المعالج اللي هو الدايمنستي 9200 يتفوق على المعالج الرسومي اللي موجود في المعالج بتاع ابل الجديد اللي هو اي 16 بايونيك. شاومي تمكنت من بيع 350 الف قطعه من شاومي نوت 12 في خلال يومين بس. اما الخبر اللي بعد كده معانا هو من تويتر. خلاص ايلون ماسك المجنون خلص صفقة تويتر وبقى هو المسؤول او صاحب شركة تويتر. فعمل ايه بقى؟ طير اكبر 5 مسؤولين في تويتر ورفدهم بشكل نهائي، وهيعمل ميزة ان انت تقدر توثق الحساب بتاعك في تويتر باشتراك شهري، والسعر هيبقى على حسب كل دولة. في تسريبات بتقول ان ابل في شهر ديسمبر هتعلن عن النسخة النهائية من iOS 16.2، وفي كمان تسريبات بتقول ان ايفون 15 هيجي من غير زراير بتعلي ولا زراير بتوطي، وهيبقى الموضوع كله معتمد على خاصية اللمس. ودي كانت اهم الاخبار واهم الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع. ارجوكم ادعموا المحتوى بتاعي لان والله بنتعب فيه جدا، واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.